اللي مر علينا بالفترة الأخيرة الحدث الأهم الكبير هو الزلزال اللي ضرب منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا وتأثرت فيها المنطقة بشكل كبير. عاد وحرك إعادة تقييم للمنطقة بالدراسات. حابة أتحدث فيما يخص في موضوع المنشآت والأبنية. احنا في عندنا الدراسات الزلزالية اللي قامت كلها والخارطة الزلزالية اللي مرسومة في المنطقة كانت من البيانات والمعلومات من 475 عام، ورسمت الخارطة الزلزالية عليها ووضعت معايير المنطقة ووضعت تربة ودراسة المنشآت على أساسها. فكانت في المنطقة تقريبا أغلب المناطق شمال شرق سوريا هي تقع ضمن المنطقة A. المنطقة A مأخوذ عامل الزلزالي بها 0.25، مأخوذ يعني 0.075 من جي تسارع الجاذبية الأرضية. هذا الزلزال بما يعادل 4 ريختر. فكانت المنطقة واشتراطاتها مدروسة على هذا الأساس. الزلزال اللي وصلنا به المناطق واللي تأثرت به قسم كبير تجاوز ال5. أيضا المدة الزمنية اللي نتج بها الزلزال بالعادة تكون من 30 فما دون 30 ثانية فما دون، وصل ل 90 ثانية، وهذا مؤشر لأنه هاي الصفيحة اللي احنا عليها تقع منطقة عليها هي نشطة زلزاليا ومن كل المناطق من خلال الفالقين الغربي والشمالي. هذين الفالقين والحركة النشطة اللي صارت بالفترة الأخيرة دفعتنا لإعادة تقييم كامل للمنطقة. فأصبح لدينا مشكلتان. المشكلة الأولى أنه إحنا عوامل التقييم الأساسية اللي نحطها بالدراسات بدها إعادة تقييم جديد نتيجة المعطيات الجديدة. فبدنا نشتغل على هذا الموضوع من خلال التعاون مع الإدارة الذاتية بكافة الشرائح، إن كانت الحوكمة وإن كان حركة المجتمع المدني الممثلة باتحاد المهندسين في كل المناطق، لإعادة تشكيل لجان لإعادة تقييم حقيقي لهذه الحادثة، لأن الإنسان هو أثمن شيء، وبالتالي المحافظة على حياته هي من واجباتنا، لأن الخطأ الكارثي والتجربة أمامنا واضحة. قامت الإدارة الذاتية من خلال تشكيل لجان بالكشف على مبانيها وتقييم الحالة الهوى الأضرار اللي صارت. فمن خلالها اجتمعت اللجنة ووضعت خطة عمل وآلية عمل. هي المرحلة الأولى هي المرحلة البدائية نقدر نسويها، أنه من خلال المشاهدات الحسية قامت اللجان. أيضا قام اتحاد المهندسين مشكورا بتشكيل فرق تطوعية من زملاء المهندسين الاستشاريين مع المهندسين الممارسين وبالكشف على كل الأبنية والمدارس والهاي. فلقينا في مشاكل حقيقية تضررت هذه المنطقة، وبالتالي أعاد تقييمها، وفي قسم أغلق وقسم يحتاج إلى دراسة أخرى معمقة أكثر، وقسم يحتاج إلى اختبارات. وبالتالي حين وقعنا في مشكلة، هاي المشكلة يجب أن يكون تضافر كافة الجهود لحلها. هاي المشكلة هي في إعادة التقييم للأبنية المقاومة المنفذة، إعادة وضع اشتراطات جديدة وملزمة للأبنية اللي تنفذ بشكل جديد بالمنطقة. احنا أغلب مدننا في منطقة شمال شرق سوريا هي توسعها أفقي، وبالتالي ارتفاع طابق أو طابقين ما كثير تأثرهم بالزلزال أو اللي حدث أو الزلازل المستقبلية اللي تصير. احنا الشيء الخطير الحدث شيء هو الزلزال الأولي، بعده تجي مجموعة هزات ارتدادية. هاي الهزات الارتدادية يكون الزلزال الأول ضرب البناء أو أثر نقاط ضعف، والهزات الارتدادية تقوم بانهيار البناء. من بعد 2013 صرنا نشتغل على الطريقة الاستاتيكية الثانية. بعد وجد طريقة التحليل الديناميكي طيف الاستجابة، وهي احنا نطلب من كل الزملاء المهندسين والفنيين واللي يعملون بهذا الجانب انه تقوم كافة دراساتهم على هذه الاشتراطات، ان كان الاشتراطات وان كان طريقة دراسة البناء حتى يكون مقاوم للزلازل للحفاظ على ارواح المواطنين. فيما يخص بشق الدراسة والأبنية الجديدة،
هيئة البلديات سوف تصدر تعاميم أو تعمل على هذا الأمر بالتعاون مع اتحاد المهندسين، أنه بوضع الطرق والمذكرات الحسابية والمخططات التنفيذية للأبنية المقاومة للزلازل. إضافة إلى ذلك بده يكون معامل الأهمية يكون أعلى ورفع كفاءة المنشآت الجديدة، وبالأخص نخص بالذكر هي المنشآت التي يجب أن تكون قائمة ولو كان فيها كلفة اقتصادية، مثل المشافي، مثل مراكز الشرطة، الأسايش الخدمية كاملة. هاي لازم تكون معامل أهميته يكون كبير، وبالتالي نكون حافظ لا سمح الله في حال حدوث مشكلة بهذا أو زلزال بهذا الشكل تكون هي قادرة على العمل وقادرة على الإنقاذ. فبالتالي قد الآخر ينظر إلى أنه هاي بده يكون فيها كلفة اقتصادية أكبر. لا أخي، إحنا هاي الكلفة الاقتصادية نحطها بالمحافظة على هاي المنشآت لأهميتها. فيما يخص الأبنية المقاومة والمنفذة حاليا، يجب أن يكون هناك كمان لها في شقين. الشق الأول هو تقييم المشكلة، تقييم الحالة. 2 تقييم ضابط البناء وترك الفاصل ما بين الأبنية، لأنه من ظاهرة الطرق وعدم تجاوب مع الزلزال كثير من الأبنية انهارت وتحطمت، اللي شاهدناه من خلال المشاهدات السابقة. وهي لازم يجب أن يكون فيها اشتراط مجبر، وهذا بمسؤولية وبوضع البلديات في كل منطقة، أنه هذا الفاصل يكون يملأ باستيروبور، يملأ بطريقة مالئة، يكون فاصل ما بيناته. بالنسبة وفق السكن المتصل، أما السكن المنفصل ما في عنده هاي المشكلة، نرجع لموضوع دراسته وتقييمه. يجب أن يكون هناك في بطاقة تقييم لكل بناء من الأبنية السابقة. هاي بطاقة التقييم تحدد المسؤوليات وتحدد شكل التنفيذ وتحدد شكل البناء وهل هو مقاوم أم لا، ويكون في عندي شيء لوحة إرشادات مثلا في حال حدوث زلزال، في حال حدوث كذا، إلى أي منطقة يتوجه المواطن، وين بده يقعد، وين بده يتخذ احتياطه. لأنه أغلب الحدث اللي شاهدناه من خلال المشكلة اللي صارت، الزلزال اللي صار، أن الناس كلها توجهت إلى الأدراج، فكان انهيارها، فكانت أغلب الضحايا تصير بهاي المنطقة. فهذا الاشتراطات، هو زلزال مدته ما يكفي انه ينزل الواحد من الطابق السادس او الخامس الى الارض، وبالتالي هين لازم يكون توضع هاي الاشتراطات وتنحط لوحة او ما الى ذلك من قاطنية البناء، انه الارشادات اللي يقومون بها اثناء الزلزال. ارجع فيما يخص اتحاد المهندسين في شمال شرق سوريا، بالاضافة لهيئة البلديات، انه يقوم في اجتماعات موسعة وتشكيل لجان منبثقة في كل منطقة من المناطق، يعملون شيء اسمه بطاقة تقييم للبناء للأبنية القديمة. الجديد اتفقنا أنه احنا نشتغل على الطريقة الاستاتيكية الثانية وعلى التحليل الديناميكي طيف الاستجابة لرفع كفاءة المنشآت الجديدة وتكون آمنة وتحمي هاي الناس قاطني هذا المشروع أو البناء. هاي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية هي مسألة التقييم. هذا التقييم هو اللي يعطينا المعايير لهذا البناء. هل البناء مقاوم؟ هل البناء نسبة المقاومة له؟ هل يحتاج إلى تدعيم؟ هل يحتاج إلى رفع كفاءة؟ كل مشروع أو كل بناء هو بحد ذاته له مشروع خاص فيه. فهي بتشكيل لجان عن طريق اتحاد المهندسين والبلديات في كل منطقة من المناطق وتقوم بهذه التطبيقات.